الحلم صار حقيقة. الرئيس أحمد الشرع بيقابل سمو الأمير محمد بن سلمان في أول زيارة خارجية خارج سوريا لإله. يا سلام، اليوم الحلم تحول إلى حقيقة. هذا الشيء له مفهوم كبير، له دلائل كبيرة. يا جماعة، إنك تقابل زعيم دولة عظمى والله شيء غير عادي بأول زيارة لإلك، وإنت لسه في أول نشأتك، إنت لسه في بداية الدولة السورية الجديدة. هذا دلائل على أنه سوريا قادمة إلى رؤية 2030، رؤية المملكة العربية السعودية. شو هي الرؤية؟ هي رؤية خير، رؤية تطور، رؤية اقتصاد، رؤية بنى تحتية، رؤية سلام، رؤية أمان. اليوم مشاهير العالم عم تتسابق للرياض وعم تتسابق للمملكة العربية السعودية، لأنه بتعرف هون التطور، هون الازدهار، هون البنية التحتية، هون المنافسة، هون ناطحات السحاب، هون الأمن، هون الأمان، هون الازدهار. الله الله، ما أحلاها من رؤية. الله ما أحلاها من رؤية على جميع الأصعدة، الرياضية، السياسية، النقل، كل شيء. كل ما هو جميل اليوم هو في المملكة العربية السعودية. كل ما هو جميل هو في المملكة العربية السعودية. وانك تكون جزء وتكون تاخذ من هي الرؤية إلهام لإلك، فمعناتها أنت اليوم دولتك جاي على تقدم، أبدا جاي لقدام. اليوم المضغوطين كتار، في كتير ناس مضغوطة من ما يحصل في سوريا، ولكن نحن بدنا نورجيهم أنه قادرين نعمر سوريا. في الحب منعمرها، بجهد السوريين منعمرها. سوريا رح تكون أرض ومهد مثل ما كانت وأكثر. وبدي خبركن انه فتحت حساب على منصة اكس. كتير عم شوف فيديوهاتي عم تنتشر على منصة اكس، فقلت لازم افتح حساب هونيك، تابعوني.